السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متابعين القناة الأعزاء، حقق ليفربول فوز مثير على أرسنال في المباراة اللي جمعت بينهم وديا في الولايات المتحدة الأمريكية بهدفين مقابل هدف. استضاف ملعب لينكولن في الولايات المتحدة الأمريكية مباراة الفريقين في إطار الاستعداد للموسم الجديد. الشوط الأول بدأ بضغط من أرسنال، ولكن الفرصة الأولى اللي حصل عليها محمد صلاح استغلها أفضل استغلال ليسجل الهدف الأول. سجل كارفالو الهدف الثاني بطريقة رائعة بعد تمريرة مثالية من هارفي إليوت في ظهر دفاع أرسنال، وفي الدقيقة 40 قلص كاي هافرتز النتيجة بهدف لأرسنال بعد تسديدة من أوديجار ارتطمت بدفاع ليفربول لتجد اللاعب الألماني أمام المرمى. انتهت المباراة بعد فرص عديدة في الشوط الأول ونادرة في الشوط الثاني للفريقين بعد دخول اللاعبين الاحتياطيين. حصل محمد صلاح على الأضواء اللي تطارده في كل مكان، سواء من خلال المدرجات أو من الكاميرا أثناء المباراة، والتحية الكبيرة التي تلقاها أثناء خروجه من الملعب. ويواجه ليفربول مانشستر يونايتد يوم 4 أغسطس قبل مواجهة أشبيلية 11 أغسطس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Where's you've got no room really. You've got no right to get that ball over the keeper to double the lead for Liverpool. Watch this. That is fantastic. Of course, it's going to come to Odegaard. That's a lovely piece of skill, and the touch in. His man, slight deflection of Carvalho into the. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.